بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وأشرف المرسلين متابعي قناة الإعلام أمينة العربي عبر اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله. أردت أن أضع هذا الفيديو وأسجله انطلاقا من الضمير المهني والتجاوزات للأسف التي تحدث في وسائل الإعلام الجزائرية والبلاطوات في الآونة الأخيرة بخصوص المنتخب الجزائري وقائمة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش التي صاحبتها جدل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في قضيتي رياض محرز ويوسف بليلي وعدم استدعائهما إلى تشكيلة المنتخب الجزائري. بعيدا عن خيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، سنتحدث عما يحدث للأسف في وسائل الإعلام الجزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات غير بناءة وحديث عن المنتخب الجزائري بأمور لن تختمه في الوقت الحالي، وهو الذي يتواجد على موعد مع مباراتين حاسمتين أمام كل من غينيا وأوغندا لحساب تصفيات كأس العالم 2026. إذن هناك تجاوزات مؤسفة تحدث الآن في بعض الوسائل الإعلامية وبعض القنوات وحتى من بعض المحللين الذين يطلقون انتقادات غير منطقية. أنا هنا لست للدفاع عن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش ولا للدفاع عن أشخاص من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولكن للحديث عن التجاوزات المؤسفة والتي لن تخدم المنتخب الجزائري في المستقبل من بعض المحللين أو المحسوبين على الصحافة الرياضية وهم ليسوا بصحفيين. إذا هؤلاء يتحدثون من منطلق إما خلافات شخصية أو مصالح شخصية. هذه هي الأسس التي يطلقون منها انتقاداتهم وتحليلاتهم عبر وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. إذا هناك الكثير من الأمور السيئة التي تحدث في الإعلام الجزائري الرياضي في الوقت الحالي للأسف، وأنا جزء من هذا الإعلام الذي أنتمي إليه منذ 2012. هناك الأمور التي يجب أن تصل إلى حد ويجب أن تصل إلى نهاية، خاصة وأن المنتخب الجزائري يمر بفترة حساسة ويجب على المجموعة الحالية التركيز على تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المقبلتين. إذا نعود إلى ما يحدث للإعلام الجزائري. هناك بعض المحللين الذين ينتقدون المنتخب الجزائري أولا وينتقدون المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بانتقادات باطلة، بانتقادات لا تتأسس على أي صحة، بانتقادات تهدم ولا تبني. كما أن هناك للأسف أطراف تدافع بشكل لا مشروط على الاتحاد الجزائري والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، حتى وإن ارتكب هذا الأخير أخطاء وتجاوزات. هذا الأمر لا يمنعهم من الانتقاد أو تقديم نصائح بناءة من أجل تصليح ما يمكن إصلاحه للمنتخب الجزائري، وهذا أمر سيء أيضا لأن هذا الأمر ينطلق من مصالح شخصية. للأسف هناك البعض ممن يتحدثون بناء عن مصالح شخصية، عندما تشاهد أمور سيئة في المنتخب الجزائري أو أمور سيئة على مستوى الاتحاد الجزائري، وهذا أمر يمكن أن يحدث في كل العهدات التي كانت في الاتحاد الجزائري سابقا، وأنت لا تتكلم من منطلق أن لديك مصالح شخصية، فهذا الأمر أيضا يهدم كل ما هو جميل في الكرة الجزائرية للأسف. كما أن هناك البعض ممن ينتقد انطلاقا من أمور غير منطقية وانطلاقا من أمور غير رياضية، انطلاقا أيضا من خلافات شخصية مع أشخاص على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهذا أمر سيء جدا. إذا من المؤسف جدا ما يحدث للإعلام الرياضي خاصة وللكرة الجزائرية عامة في الآونة الحالية، خاصة وأن المنتخب الجزائري متواجد أمام فترة حساسة، وأن المدرب أيضا يجب منح الوقت لهذا المدرب، وأنه لم يلعب إلا مباراتين في دورة ودية شهر مارس الفارط، ويتواجد على موعد مع مباراتين رسميتين، ويجب منح الوقت لهذا المدرب وعدم توجيه انتقادات باطلة له في الوقت الحالي. كما يجب أيضا الدفاع عن المنتخب الجزائري الذي قلت يمر بفترة
صعبة جدًا في الوقت الحالي. إذًا يجب أن نكون كإعلاميين، يجب أن يعني ندافع عن كل ما هو جزائري بعيدًا عن الانتقاد الهدام. نحن مع الانتقاد الذي يأتي بجديد، يصلح ولا يهدم. هذا الأمر يجب أن يضعه كل إعلامي، ويجب أن يضعه كل من يقابل كاميرا ويتحدث للجمهور الرياضي المتعطش لتحقيق نتائج إيجابية للمنتخب الجزائري واسترجاع أمجاده وتحقيق ما هو أفضل في المسابقات المقبلة والتأهل إلى منافسة كأس العالم 2026، وهو الهدف الرئيسي للمنتخب الجزائري. أتمنى أن أوصل هذه الرسالة إلى هؤلاء الذين ينتقدون ويحللون انطلاقا من خلافات شخصية أو مصالح شخصية، لأن هذا الأمر لن يخدم المنتخب الجزائري. تقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله.